تعالوا النهارده نشوف سر القماش بالصلصال الحراري وازاي بيطلع زي نسيج القماش الحقيقي بالظبط من قريب ومن بعيد. اول حاجه جبنا قطعه من الصلصال وطرناها كويس قوي عشان لو ما طرناهاش هتتعبنا جدا واحنا بنحطها في المكبس. بعد كده جبت العين اللي على شكل مكرونه دي في مكبس الصلصال الحراري وحطيت قطعه من الصلصال في المكبس وبدات ان انا الفه من ورا علشان اخرج اكبر واطول كميه ممكنه من العيدان اللي بالصلصال دي. انا ما كنتش محتاجه اكتر من الطول ده فبدات اقص لحد كده ونبدا ان احنا نضفرهم، لكن الصلصال الحراري مش بيستحمل الضفيره الكامله فبنبدا ان احنا بس نرول لهم حوالين بعض بالشكل ده. بنعمل منهم اطوال متقاربه او متوسطه، يعني مش لازم تكون طويله قوي، وبنبدا اننا نرصهم جنب بعض. بس بصراحه بعد شويه شغل اكتشفت اننا لو رصيناهم جنب بعض بس مش هيكون ده كافي علشان يمسكوا في بعض، فحطيت قاعده علشان اثبتهم مع بعض بشكل اكبر. بعد كده بنبدا نرصهم جنب بعض، وهنا انا كنت بس عايزه اقص الزيادات علشان شكل النهائي بتاعهم يبان كويس بالنسبه لكم. واسهل طريقه تقصوا بيها هي عن طريق المسطره الحديد والكتر، لان فعلا بيشيلوا اي نوع من الزيادات. انتوا ممكن بقى تستخدموا قوالب هنا باشكال زي ما انتوا حابين. الخطوه دي اضافيه، وهي ان انا عملت بمكبس الصلصال انبوبه اتخن شويه علشان احدد بيها الجزء بتاع القماش بتاعي، ولكن طبعا تقدروا تعملوها باي شكل انتوا عايزينه. انا هنا بس كنت بوريكم قطعه صغيره ازاي بنعملها بالصلصال الحراري علشان نخلي شكل القماش الحقيقي زي الصوف وزي نسيج القماش بالظبط يظهر. لكن طبعا انتوا تقدروا تعملوا منه اي شكل انتوا عايزينه، مش لازم يكون المربع. ودلوقتي تقدروا تشوفوا التفاصيل قد ايه دقيقه وقد ايه فعلا من قريب شكلها زي القماش الحقيقي بالظبط.